bonsoir à toutes et à tous. مساء الخير، مرحبا بالجميع. قطع العلاقات بين فرنسا والجزائر، ووزير الخارجية الفرنسي يسخر من النظام الجزائري بسبب العيون المغربية. طبيعة الحال هذين القضيتين اللتان سنتكلم عليهما في هذه السهرة، يعني بطبيعة الحال تتوالى وتستمر وتتواصل الفضائح، وكل مرة بطبيعة تختلف فقط ربما التفاصيل، لكن المبدأ يبقى واحد، أن النظام الجزائري جعل الجزائر اليوم أكبر مسخرة وأضحوكة. وصل الحال بوزير الخارجية الفرنسي أنه يسخر علنا في وسط أزمة دبلوماسية كبرى بين البلدين من النظام الجزائري اللي صار أضحوكة كبرى، أضحوكة بكل المقاييس، بسبب الحالة المرضية دايما هذه المسمات المغرب. لأنه كالعادة اليوم مباشرة نروح للإعلام الجزائري دون إطالة على ماذا يتكلم الإعلام الجزائري، وكالعادة راكم تعرفوا l'État français a tout fait pour se maintenir à l'époque en Algérie, au point d'abandonner le Maroc, ce qui a ouvert la voie aux accords d'Aix-les-Bains en 1955, une indépendance de fait. Le Maroc. Célébration du 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui démocratique. الصحراء الغربية. سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب استمرار تصاعد المغرب لمواد وبين فرنسا والمغرب اتفاقية تستبيح طلبات البعض. متى؟ هذا الخميس 27 فبراير، معناتها هذا اليوم فقط. نزيد نشوفوا مع نفس هذا الصاحب اللي يجمع لنا كل هذا، نشوفوا يوم الأربعاء البارحة لم نلتقي. المخزن في المغرب المغرب. The Moroccan Front for Supporting Palestine and Resisting Normalization expressed its scandal. موروكو بكل اللغات، الفرنسية، العربية، كل شيء، الإنجليزية، كل شيء موجود. المغرب، المروك، المخزن، أو حتى هم يقولوا المخزن مباشرة في القناة الرسمية، يعني في الإعلام الرسمي يقولوا المخزن. بعدتها يعني تستمر الحالة المرضية، وعلى السريع في ربما أيضا، يعني لما تشوف فقط أنت تقول ممكن هذه، ممكن جزئيات، تقول هذه ممكن، ولو أنه مستحيل تكون جزئيات، لأنه يوميا الإعلام تاع النظام الجزائري الموضوع تاعو الأساسي والرسمي هو المخزن، المغرب، المروك، صباحا مساء وما بينهما، كما أقول دائما، دون توقف، دون هوادة، والموضوع لا يتغير. وهو ما أوصل بطبيعة الحال هذه الحالة، أنه يعني ما سنتكلم عليه اليوم وما سنراه ربما مع وزير الخارجية الفرنسي، يعني والقضية هذه. لكن اليوم كان، وندخل مباشرة، كان موضوع بطبيعة الحال هذا تأزم العلاقات بين الجزائر وفرنسا. تعرفوا بأنه الوزير الأول نعم الفرنسي فرانسوا بايغوم، على باليش إذا نقدروا نشوفوا على السريع ما قاله، مش صعب أننا نلقاو على ما أظن. Cette question prend aujourd'hui un ton particulièrement aigu, particulièrement inquiétant, et donc la responsabilité du gouvernement est de la prendre en charge et d'apporter des réponses qui soient le plus précises possible à cette question. Nous avons eu en 2024 un demi-million d'immigrés supplémentaires et près de 160 000. Nous avons هنا بطبيعة الحال الوزير الأول الفرنسي من الندوة الصحفية تاعو اللي تكلم فيها بطبيعة الحال على موضوع الهجرة في فرنسا، ثم تكلم على النظام الجزائري. والإعلام الفرنسي بطبيعة الحال تناول بشكل كبير هذا التصريحات من الوزير الأول الفرنسي فرانسوا بايغو،
الذي أعطى مهلة للنظام الجزائري بين 4 و 6 أسابيع من أجل يعني احترام المواثيق التي تربط البلدين، ومنذ تأزم يعني العلاقة بين البلدين، ومنذ أيضا قضية اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. يعني الآن نفذ صبر الحكومة الفرنسية وتحت ضغط شعبي كبير وضغط على الطبقة السياسية الفرنسية، لأنه تتحرك الحكومة الفرنسية بطبيعة الحال وتبدأ تفرض ميزان قوة ضد النظام الجزائري. اللي الإشكالية الكبرى تاعو هي أنه اعتبر بأن فرنسا خانته في قضية اعترافها بمغربية الصحراء. اليوم جرد من وزارة الخارجية الجزائرية بيان ثم بيان ثم بيان دون توقف دون هوادة، لا يتوقفون على البيانات. يقول لك في خضم التصعيد والتطورات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة. وهنا طفل صغير، طفل تلقاه في الشارع تقول له هذا الكلام، يقول لك بصح انت صديقي نسقسيك برك، يقول لك ماشي النظام الجزائري هو لما اعترفت فرنسا بمغربية الصحراء راح سحب السفير من فرنسا. واليوم يقول لك خضم التصعيد والتوترات التي اضفاها الطرف الفرنسي. راكم انتم وحدكم خرجتوا تبكيوا وتشكيوا لما فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء، وراو العالم كله يعرفها، والعالم كله يعرف القضية هذه. النظام الجزائري يعيش في عالم موازي أو عالم آخر كما قال أحدهم، باش ما نسرقوش نحترم حقوق الملكية الفكرية. يعني دون توقف دون هوادة لازم يلطخوا صورة ويشوهوا صورة الجزائر، ويقولوا بل يدافعون عن الإرهابيين الآن. لأنه يقول لك أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثل ما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بفرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام حق طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته. يقول لك أن التشريع الفرنسي يضمن الحقوق تاع الناس. شوف شكون قاعد يعطي في دروس حول الحقوق. النظام اللي يسجن، النظام اللي يغتصب في سكنات المخابرات، النظام اللي قتل مواطنين مغربيين دخلوها. وكم تتذكروا هذاك اللي نجا قضى عام في السجن وقال لك تعرض للسب للشتم، قالوا له انت يهودي، سبوه عاملوه بأسوأ الطرق وقتلوا بريئين دخلوا بالجيتسكي. الان يتكلم لك اللي احتاجوا ايضا الجثه تاع هذاك الاولى انه خرجنا ومن بعد صارت ضجه وقلنا كيف القضيه هذه غير انسانيه وتحتاج الجثه تاع اللاعب هذاك تاع اتحاد وجده على ما اظن رحمه الله عليه، احتاجوها لاشهر. هذا النظام يتكلم على الانسانيه وعلى حقوق الانسان ويدافع على الارهابي تاع مولوز. يعني يقول لك بانه لم تحترم حقوقه لهذا لم نسترجعه. شوف وين وصلت الحماقه تاع النظام الجزائري، نظام لا منطق له يعني في اي جهه. وبطبيعه الحال الامور تتجه، بل انه داروا اخطر من هذا. تعرفوا بانه في البث السابق على واش كنت تكلمت انا البث السابق، كنا تكلمنا على زياره اتحاد طنجه. شكرا اللي كتبوا لي في التعليقات ليس وجد اللاعب اخريب ان لم اكن مخطئ في اللقب العائلي تاعو رحمه الله عليه، واللي الجثه يعني تاعو فيما بعد سلمت لعائلته بعد اشهر من الاحتجاز من طرف النظام الجزائري، اقدر نظام فوق وجه الكره الارضيه. قلت لكم البث السابق كنا تكلمنا على زياره جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الى مدينه العيون المغربيه. العيون في المغرب، جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي. النظام الجزائري واش دار؟ اصبر نشوفوا اذا لقينا مجلس الامه الجزائري، نشوفوا فقط اذا وجدنا. أعلن مجلس الأمة الجزائري عن التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني بين المجلسين لعام.
مجلس الشيوخ عفوا مجلس الأمة الجزائري علق علاقته مع مجلس الشيوخ الفرنسي. لماذا؟ واش دار مجلس الشيوخ الفرنسي؟ اعتدوا على السيادة الجزائرية، شتموا الجزائر، ما حبوش يرجعوا لنا جماجم الشهداء، عفوا راه محتاجين 500 جمجمة تاع شهداء الجزائر لأنهم لا ثقة لهم في النظام الجزائري باش يسلموها له. ما هو السبب؟ جيرار لارشي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي زار مدينة العيون المغربية. عندك تحط عالم آخر، الخيال العلمي، عالم موازي سميه كما شئت. تعرف الفرنسيين البارح تكلمت عن الموضوع هذا في اكس، عندك قال لك خلاص درك، قال لك صرنا نضحكوا، قال لك ما فهمناش، قال لك ما فهمناش ما يحدث درك. العالم تاني كانت وقت بيناتنا بين الجزائريين والمغاربه وحنا مصدومين بين بعضنا البعض، درك لا، درك حتى الفرنسيين يقول لك واش كاين هذا، واش العالم الاخر هذا، كيفاش مجلس الأمة الجزائري يقطع علاقته مع مجلس الشيوخ الفرنسي لأنه جيرار لارشي راح لمدينة العيون المغربية. واش دخلك؟ ما دخلوك، ما علاقتك؟ تعدينا عليك، هضرنا معاك، دخلنا لك الأراضي تاعك، لا. عالم آخر، ما كانش، لا يوجد مصطلح آخر يليق بهذا الحدث. وفي إطار الحديث دائما على العالم الآخر، ما العالم الآخر بطبيعة الحال هنا نوصلوا السياق هذا الفرنكو جزائري، والآن يعني التوجه نحو ربما النظام الجزائري يريد أنه يستبق الأمور ويقطع العلاقات مع فرنسا كما حدث مع المغرب من قبل، وهو ما يؤكد العزلة التاريخية اللي وصلت لها الجزائر. الحماقات تاع النظام الجزائري هذه التي لا تتوقف، لأنه النظام الجزائري حتى مع فرنسا لما يتعلق الأمر بالصحراء والبوليساريو وغير ذلك، النظام لا يريد نهاية القضية هذه، قادر يدخل المنطقة في حرب، المهم أنه تبقى القضية هذه عالقة، والمهم أنه يبقوا ميليشيات البوليساريو عندهم غطاء. ولو أنه تعرفوا واحد من الأسباب اللي خلوا النظام الجزائري يدخل الآن، تعرفوا بأنه في تركيا اليوم كاين خبر مهم جدا وركزوا معي جدا جيدا في القضية هذه. تعرفوا بأنه البيكاكا اللي هو جماعة إرهابية بطبيعة الحال رفعت السلاح ضد منذ الآن عشريات ضد الحكومة التركية، يعني اللي هم أكراد، يعني اليوم القيادة تاعهم طالبت بإيقاف العمل المسلح وتسليم الأسلحة. معناتها أنه إذا اختفت وإذا تأكد اختفاء البيكاكا، معناتها الميليشيات، وهذا كله مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مع التغيرات اللي تحدث في العالم الآن، والإدارة الأمريكية الجديدة ليس لها أي تساهل مع هذا النوع من الميليشيات. تعرفوا سقوط نظام بشار الأسد، النهاية تاع البيكاكا قريبا، والآن راح يبقى تقريبا البوليساريو هذا كأمر، يعني كأمر شاذ في العالم، ويعني راح يكون التركيز كامل، خصوصا إذا فرنسا الآن لعبت الورقة هذه، ولو أنه سيكون حديث عن الموضوع هذا، يعني قضية البوليساريو تصنيفه كجماعة إرهابية وغيرها من الأمور. معناتها اليوم النهاية تاع البيكاكا، النهاية تاع نظام بشار الأسد من قبله، اليوم قامت بتعرية النظام الجزائري وتعرية ميليشيات البوليساريو. وهنا نصل إلى، في نفس السياق تاع البوليساريو والبوليساريو، نصل إلى هذا القضية. بطبيعة الحال هذا الفيديو تعرفوا تقريبا سابقة في العلاقات الدبلوماسية في العالم، أزمة دبلوماسية كبرى بين الجزائر وفرنسا. وزير الخارجية الفرنسي متساهل جدا ومتسامح مع النظام الجزائري، ويحاول عدم استفزاز النظام الجزائري. طريقة تكاد تكون نوعا ما فيها نوعا ما أنه رخو نوعا ما في التعامل تاعهم مع النظام الجزائري. حتى هذا وزير الخارجية جون نويل باغو، تعرفوا هنا ماذا حدث في صالون الفلاحة بحضور وزير الخارجية المغربي؟
جا يعني في الوفد المرافق شخص يقول لك بانه جيرار لارشي راهو في مدينه العيون المغربيه، قالها له اخ النوج رئيس الحكومه المغربيه. جون نويل با يضحك، وزير الخارجيه الفرنسي يضحك، والكلام كان حول انه نحن يعني هذا سيزعج الجيران الجزائريين. يعني القضيه صارت محل سخريه، قضيه هذا النظام اللي يقول لك نحن لسنا طرفا في النزاع تاع الصحراء، وكانوا يعرفوا بانه ذهاب جيرار لارشي الى مدينه العيون المغربيه سيجعل القضيه محل سخريه. يعني لانه النظام راح يعلق العلاقات تاع مجلس الامه مع مجلس الشيوخ الفرنسي وغيرها من الامور. يعني السخريه علنا. الفيديو هذا تعرفوا كارثه كبرى في وسط الازمه الدبلوماسيه، معناتها ما قدرش يتمالك نفسه انه يضحك. وكان هذا اللي مرافق بطبيعه الحال قال لك بانه بحضور 800 شخص وبكل القبائل الصحراويه كانت حاضره اثناء زياره جيرار لارشي، اللي بطبيعه الحال كانت زياره مهمه جدا الى مدينه العيون في الاقاليم الجنوبيه المغربيه. شوف يعني، لكن الصوره تاع انه وزير الخارجيه الفرنسي يسخر بهذا الشكل، يعني وراكم تشوفوا يعني تبقى التاريخ. قال له جو سوي تري هابيتوي، قال له انا متعود على هذه التصرفات تاع النظام الجزائري اللي راح يخرج يبكي ويشكي وينوح تقريبا بالعباره هذه. شوف يعني الكارثه اين وصلت. شوف يعني الفضائح تاع النظام هذا. ولو انه اليوم حتى المملكه تعرفوا بانه هناك اجتماع وزاري خليجي في مكه المكرمه بحضور مصر، سوريا، الأردن والمملكة المغربية، مع عدم الاهتمام تماما بنظام لا وزن لا هيبة لا مواقف الذي لم توجه له الدعوة تماما ولم يعطى له حتى يعني أي فرصة للمشاركة، لأنه صار يعني في عزلة كلية، يعني صار محتقر بكل الجوانب حتى في السياق العربي، والممارسات هذه القذرة والعدوانية والتصريحات الكارثية وافتعال الأزمات مع عدد كبير من هذه الدول في المنطقة العربية، منها السعودية، الإمارات، دون الحديث عن المغرب، على ليبيا أيضا. يعني نظام متعفن، سرطان شمال إفريقيا بكل المقاييس. في النهاية أطلب منكم مشاركة البث على أوسع نطاق، أنكم تتفاعلوا بالإعجاب، ما تنسوش زر الإعجاب مهم جدا، خصوصا أن اللايف اليوم في وقت متقدم نوعا ما على غير العادة. خليوا لنا آراءكم وتعليقاتكم أسفل الفيديو، والملتقى في قادم الأيام. هذه القضية الجزائرية الفرنكو جزائرية، وأيضا مع تشعبات حول شمال إفريقيا، حول العلاقات الجزائرية المغربية، ستستمر في قادم الأيام، وستكون لنا لقاءات للحديث على هذه الأمور. شكرا لكم، ليلة سعيدة، والملتقى في قادم الأيام. يعطيكم الصحة.